هو ايه اكتر يوم كنا بنستناه واحنا صغيرين؟ طبعا الجمعه، يوم لمه العيله الكبيره، يوم بيت تيتا. في الثمانينات كان يوم الجمعه هو يوم الاجازه الوحيد في اغلب البيوت. يبتدي بدري واحنا كلنا متجمعين في بيت تيتا، ريحه الطبيخ ماليه البيت، التلفزيون شغال على فيلم الجمعه، والابهات بيتكلموا في شغلهم والسياسه، الامهات طبعا مع تيتا في المطبخ، واحنا بقى صوت ضحكنا ولعبنا مسمع لاخر الشارع. بيت تيتا كان شاهد على عمرنا كلنا. فطار اول يوم رمضان، لمتنا واحنا بنعمل كحك العيد وشم النسيم والبيض اللي بيتلون عندها. مين فينا ما كسرش حاجه ولا تيتا بتقول له فداك يا حبيبي؟ ولا مين فينا ما وقعش ولا دماغه اتفتحت ولا قاعد بكل ثقه بتكبسه بشويه بن، والله كنا بنخاف ونبقى زي القرود. صوتها وهي بتنادي علينا لما الاكل يجهز، صوتها لما تدافع عننا وتزعق لماما لو ضربتنا، كل تفصيله محفوره جوانا. يا سلام لو نقدر نرجع لبيت تيتا يوم واحد بس. ربنا يرحم جدودنا اللي سابوا لنا اجمل الذكريات ويبارك في عمر اللي لسه منورين حياتنا. ودي كانت حكايه من حكايات جيل الثمانينات.